أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. معاكم هدير أحمد. لو أنت بتبني AI automation ومش عارف ممكن تجادج ال reliability بتاعته إزاي، أو كل مرة بتعدل فيها البرومبت أو حاجة في الورك فلو مش بتبقى عارف هو اتحسن ولا بقى أسوأ، فالفيديو ده ليك. النهاردة هنتكلم عن فيتشر مهمة جدا في N8N اسمها Evaluation، وهي باختصار مجموعة من النودز بتساعدك تقيس أداء الورك فلو بتاعك لما تدخله inputs وتشوف الأوتبوت بتاعته زي ما expected ولا لأ. يلا نبدأ. الفكرة ببساطة إنك بتجهز داتا سيت بتاعتك في شيت، وتحط الحاجة اللي أنت مكسبكت إنها تخرج من ال AI لكل input، وبعدين بترن evaluation. بعد ما بيخلص running بيحدد لك قد إيه fail وقد إيه pass، فتقدر تشوف الحاجة اللي بتفيل وتحسنها، وتران تاني وتتأكد إن هي اتحسنت فعلا. وده هنشوفه على work flow بسيط زي ما انتوا شايفين. الwork flow ده بسيط جدا، عبارة عن إن هو بياخد رسالة، والرسالة دي بتدخل على AI موديل. أنا مختارة هنا open router ومختارة له الموديل ده بتاع GPT 4.1 مليون. وظيفته إن هو يعمل classification للمسج اللي جاية له، يشوف هل هي شكوى ولا استفسار ولا اقتراح ولا positive feedback ولا negative feedback. وبعدين المفروض الاوتبوت ده بيخرج بقى، ممكن نستخدمه في ان احنا نحطه في شيت، او يعني whatever الورك فلو ده ممكن نوظفه يعني بكذا شكل مختلف. انا حاطه هنا كود نود عشان ال AI agent الاوتبوت بتاعه بيبقى string، فانا عايزه اعمل له ان هو يبقى جيسون يعني في بارامترز عشان اقدر استخدمها بسهوله بعد كده. ازاي بقى هنرن الايفالويشن؟ الفكره ان احنا هنعمل evaluation داتا سيت زي التمبلت اللي موجود قدامنا ده، وهنحط فيه الانبوت والاكسبكتد اوتبوت، وهنرن الايفالويشن ونشوف الاوتبوت اللي بيطلع زي الاكسبكتد ولا لا. هنعمل ده ازاي؟ تعالوا نرجع هنا، هنسيرش عن نود اسمها evaluation، هنلاقي فيه تريجر اسمه evaluation، هناخده. دلوقتي انا عايزه الورك فلو بتاعي يشتغل، سواء جيلي مسج من الشات اللي هنا دوت، او ان انا رنيت عشان يفتش الداتا سيت رو. فالاول تعالوا نظبط الكونفيجريشنز بتاعت الفيتشنج بتاع الداتا سيت رو. انا هقوله السورس بتاع الداتا تيبل، السورس بتاع الداتا بتاعي، فيا اما داتا تيبل يا اما جوجل شيت. فانا هنا هختار جوجل شيت، هختار الشيت اللي انا حاطه فيه الداتا سيت بتاعتي اللي هو اسمه sentiment analysis testing. وهنا باختار الشيت وهقول له limit الرو عشان ما يفضلش يرن كتير. انا اصلا حاطه حوالي 21 رو، فيعني 25 كده احتياطي. دلوقتي انا عندي النود دي configured. الشيت اللي هو الاكزامبل بتاع الداتا سيت فورمات هنلاقيه هنا في النود. ده الشكل ده نفس الشيت اللي احنا كنا شفناه مع بعض من شويه، فاحنا مش هنحتاجه دلوقتي. انا عامله هنا التمبلت دي جاهزه input expected out. هنت بسيط، انا ازاي عملت اصلا الداتا سيت دي. اكيد مش هفضل اكتبها بايدي، طبعا ليكوا حريه الاختيار يعني، بس هو الاسهل ان انا اخدت الورك فلو بتاعي على شات جي بي تي، قلت له ان هو يجنريت لي داتا سيت. طبعا يعني قلت له يطلع لي كورنر كيسز والحاجات دي كلها، فانت ممكن تعمله كده. المهم النوت دي كده دلوقتي جاهزه، بس لو انا جيت دخلت النوت دي على طول على الاي اي ايجنت، هو كده مش هيبقى مستعد ان هو يستقبل من الاتنين مع بعض. ليه؟ لان الاوتبوت بتاع دي ليه اسم، والأوتبوت بتاع دي ليه اسم. لو فتحت كده ال AI agent هنا، طيب احنا ممكن نعمل execution عشان أوريكوا قصدي إيه. مثلا ممكن نكتب feedback مثلا المنتج سيء جدا. لما عملت run من النود اللي هي بتاعت الشات مسج ريسيف، الأوتبوت بتاعها اسمه إيه؟ اسمه جيسون دوت شات input، فهو ده اللي دخل كيوزر برومبت. الحل إن يبقى الاتنين ليهم نفس الأوتبوت، وده هنعمله عن طريق نود اسمها set field، أخدناها هنوصلها هنا. اللي خارج من النود دي اسمه ايه؟ اسمه شات input. اخد ده copy، اتأكد ان هو هو. فانا هقول له هنا الانبوت ده خرج هو يبقى اسمه كده، execute نتأكد هل ده اللي احنا عاوزينه. لا، احنا هنعكس ده غلط. ده غلط. المفروض ان انا بقول له الفاليو اللي اسمها input دي، فهيطلع بالشكل ده. فبالتالي بعد ما وصلنا بقى، لو رنيت من هنا او رنيت من هنا ال AI هيلاقي حاجة اسمها جيسون دوت شات input. أتمنى تكون الفكرة واضحة.
لحد دلوقتي دي الevaluation tree. هو مين اللي هيset الoutputs؟ هنا ييجي دور node جوه الevaluation برضه اسمها set outputs. set outputs دي هاوصّلها هنا، والمفروض إن دي اللي هاخلّيه فيها يfill الactual output اللي أنا كنت حاطاه في الsheet. هاختار الsheet وهاختار الdocument يعني بعدين الsheet، وهاقول له الoutput إن أنا عاوزاه. بس كنت بexecute عشان ألاقي الparameters آخُدها. ماشي، عاوزة اللي في الsheet اسمها actual output دي، حُط لي فيها اللي هيخرج من الAI فعلًا، عشان هو ده الactual output، وهالاقيه نفّذ لي أول واحدة. تمام جدًا. امسحها بس عشان إيه، ألوان الevaluation كله بره. آخر خطوة إن أنا أset الmatrix. دخلت جوّه تاني الevaluation. الmatrix دي هي اللي بتmeasure الquality بتاعة الexecution بتاعتي. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مثلًا لو عملت هنا string similarity، فهنا إمتى هيبقى الoutput بتاعي تمام لو الexpected answer هي الactual answer. في حاجات تانية زي AI based هنا، إنها تبقى AI based، يعني يبقى في prompt هو اللي بيحدد له إيه الmetrics بتاعتي. أنا عايزة مثلًا إن ال هو مثلًا أنا متوقعة إن هو لمّا يمشي في الpath ده هيرُد مثلًا بgreeting، أيًا كانت بقى الgreeting، مش لازم بصيغة معيّنة، فممكن أعمل ده بالprompt. بس إحنا هنا الsystem بتاعنا أو الworkflow بتاعنا هو مش مُعقّد كده يعني، بس محتاجين نتأكد إن الجملة اللي طالعة منّه هي expected زي الactual. طيب ده هنعمله إزاي؟ هنا ماشي، أنا هاران تاني الnode بتاعة الfetch دي، وهو هنا الexpected الanswer والactual answer اللي هي خارجة هنا، فده الmetric بتاعي. طيب بعد ما ضبطت الmetric هاروح بس أمسح دي تاني لإني رنيت رناية، هاروح للتابة اللي اسمها evaluations. دي اللي بتبين لي الruns اللي قبل كده. بس المفروض إن هو كده بيرن وبيملى الsheet وهو بيرن. بعد كده هنرجع للevaluation تاني لمّا يخلص. لمّا يخلص هيبين لي بقى هو خد time قد إيه، والsimilarity بتاعة الstring قد إيه. نطلّع الsimilarity 95%. فإحنا هنروح للtest execution دي ونشوف هي ليه نزلت 5% عن المرّة اللي فاتت. هو هنا نفّذ 21 test case. لو رجعنا للremote نرجع للsheet، في حاجات مطلّعها غير ما هو expected. دي أنهي test case؟ اللي هي رقم 19. ادخل تاني في تعالَ نشوف هو ليه طالعها أو إيه المشكلة يعني في الrun دي. ما حصلش مشكلة في الwork flow نفسه، فهي مش مشكلة testing ولا حاجة. هنفتح الAI agent node. حد قال أنا مُحبَط من مستوى الخدمة، فالcategory هو صنّفها إنها complaint. طيب أنا كنت مexpecتة إيه، مexpecتة إنها negative feedback. طيب هنا ده معناه إن أنا محتاجة أعدّل الprompt بحيث إن هو يوضّح لي، أبقى حطِّت criteria ثابتة أو criteria محددة أكتر، إمتى يعتبرها شكوى وإمتى يعتبرها negative feedback. فالمفروض اللي هيحصل إن إحنا هنيجي نعدّل في الprompt وبعدين نrun تاني ونروح نشوف الevaluations ونقارن على الجراف ده ونشوف هل اتحسنت بعد التعديل بتاعنا والّا لأ. وهو ده بالضبط الهدف من الevaluation ده، إن أنا باشوف الأخطاء بتحصل فين، باعدّل، بarun تاني، باشوف أنا الدنيا عندي ضبطت والّا لسه محتاج أضبط حاجة أكتر. بكده نبقى يعني خلّصنا الفيديو ده. طبعًا في أفكار تانية للmatrix كتير، ممكن نستخدم حاجات تانية. لو كنتم عارفين النوت دي قبل كده يا ريت تكتبوا لي في الcomments استخدمتوها إزاي، ولو مش عارفينها برضه اكتبوا لي في الcomments وقولوا لي هتطبّقوها إزاي في الwork flows بتاعتكم. أتمنى يكون الفيديو مفيد. يا ريت تعملوا subscribe ولايك وshare لإن ده بيدعمني إن أنا أقدّم محتوى أكتر. شكرًا ليكم.